أنت كنت تعرف إن في لعيب وهو واحد من أحسن اللعيبة في العالم كان هيسيب الكورة نهائي، أو إن في لعيب بيعمل طقوس غريبة قبل الماتش؟ ازيكم يا طاقم فني عاملين إيه؟ وحشتوني، والنهارده جاي لكم بحلقة جديدة، وحلقة هي معلومات شوية، معلومات للكورة، حاجات خفيفة كده تثقفك وتقولها في قعدة مع أصحابك وتبان إن أنت إيه جامد وفي حاجات تعرفها هم ما يعرفوهاش. خلينا مثلا نبدأ بكابتن كيليان امبابي. كيليان امبابي كان حلمه من الطفولة إن هو يلعب في ريال مدريد، وهو حقق خلاص الحلم ده. كلنا عارفين إن هو واحد من أسرع اللعيبة في العالم وفي التاريخ عموما، بس السرعة دي مش جينات. امبابي من وهو صغير وهو طفل يعني كان بيتمرن على الجري الطويل والقصير، وكمان كان بيركز اكتر على الاكسلريشن او اللي هو القصير اكتر، لان ده او انفجار السرعه، يعني اللي هو بيخليه يبدا على طول كده ويروح ايه يوصل للسرعه القصوى في وقت ابطا من اللعيبه التانيه. مثلا امبابي قبل الماتش بيسمع راب، بيسمع اغاني الراب عشان خاطر يتحمس ويدخل في الماتشات والاجواء وكده، يعني عامل زينا احنا في الحجز وكده لما نقعد نسمع بقى شحط محط على مهاره نيمار وأنت معلّم على مهارات ميسي والكلام ده كله، فكّرني بأيام زمان والله. هو بيعمل كده تقريبًا من وهو عنده 10 سنين، فدي حاجة جامدة جدًا في إن أنت تبدأ من بدري، أكيد هتوصل في يوم من الأيام وهتوصل أسرع كمان. طبعًا بقى وهو صغير كان عنده صور كتير في أوضته للعيبة الكورة كمان وهو صغير، يعني عنده برضه 10 سنين كان عنده صور لمدريد اللي هو بيلعب فيها دلوقتي. وحاجة كمان عاجباني أوي في مبابي وهو طلع قبل كده وقالها، قال لك: "أنا مش مرتبط أو ما عنديش girl friend عشان أنا مركّز على الكورة أكتر." ودي حاجة نادرًا ما هتلاقي أي حد بيعملها في مجال الكورة أو حتى مجال غير الكورة، يعني في الحياة عمومًا، إن أنت تقدر إن أنت تبقى أنت مثلًا مركّز أوي وعارف إن دي حاجة ممكن تعطّلك، فأنت مركّز جدًا، جدًا، وإن أنت تبعد أي حاجة. يعني حتى مبابي برضه من اللعيبة اللي هو ما بيهتمش أوي بالسوشيال ميديا، يعني مش ما لوش فيها أوي يعني زي مثلًا لامين يامال ونيمار والناس دي. فاللي عاجبني فيه إن هو فعلًا مركّز جدًا، جدًا، وأعتقد إن مبابي حتى يا عم لو ما وصلش إن هو يبقى زي ميسي وكريستيانو، بس الراجل ده يعني عامل اللي عليه. عارف أنت لمّا تخرج من امتحان يقول لك أنت عملت اللي عليك خلاص مش مهم، هو الراجل ده عامل اللي عليه، راجل مش مرتبط أو ما بيرتبطش أو ما بيركّزش في الحاجات دي، راجل مركّز في شغله، راجل بيتمرّن من وهو عيل صغير، راجل ما لوش في السوشيال ميديا وما لوش في الصحافة والكلام كتير ومش عارف إيه والصور والإنستجرام ومش عارف إيه، خلاص عمل كل حاجة وبيتمرّن على نَفْسه وبيشتغل على نَفْسه. بس خلاص، هو بياخد نصيبه بقى. ففي سؤال بقى هنا في جزئية إمبابي، هل الطموح المبكر هو سر النجومية أو النجومية السريعة؟ ونخش على واحد برضه حبيبنا بيعمل حاجة غريبة، حاجات غريبة كده برضه ما فهمتهاش، هو إيرلينج هالاند الدبابة البلدوزر. إيرلينج هالاند طبعًا هيئته يا جدعان تحس إن هو في الملعب تحس إن هو روبوت جاي من المستقبل. بس حياته برّه الملعب منظمة، يعني حياته برّه الملعب فيها جزء احترافي كبير أنا ما كنتش أعرف عنه أي حاجة. الفحل ده أو الروبوت ده بينام حوالي بيركّز جدًا إن هو ينام 9 ساعات في اليوم. إيرلينج هالاند بيركّز إن هو ينام 9 ساعات في اليوم مش أكتر ولا أقل. وهو بينام برضه بيركّز إن هو يبقى حاطط البتاعة اللي هي إيه، النضارات اللي هي بتبقى بتحجب الرؤية دي اللي هو نايم مش عارف ليه يعني، بس هو بيقول لك إن هي بتساعد على النوم أكتر أو يعني بتخلّيه ياخد الفترة كاملة. وبرضه هالاند من أكتر اللعيبة اللي بيعمل اللي هي تمارين التأمُّل وتنفُّس اللي هي اليوجا يعني. عشان كده لو خدت بالكم حتى لمّا قريت المعلومات دي استغربت إن أنا ربّطت كده بقى الاحتفال بتاعه الشهير اللي هو ده، إن هو فعلًا هو بيعمل اليوجا كتير ودي حاجة من طقوس اليوجا يعني بتتعمل كده. وهو بنَفْسه كان طلع وقال لك إن الحاجات اللي بيعملها دي وتحسين النوم بالذات حاجة رفعت مستواه جدًا، جدًا يا جدعان، فاهتموا بنومكم يا جماعة. الراجل ده لو في ماتش وهو ما كمّلش نومه هيكمّل عادي يا باشا ولا مهم، أهم حاجة يكمّل 9 ساعات ومش هيروح الماتش مش مشكلة. وجزئية هالاند دي برضه يا جدعان مهمة أوي، إن بتثبت إن العقلية مهمة جدًا، عقليتك برّه الملعب زي امبابي وهالاند، كل واحد فيه ليه طقوس شخصية. أنت ممكن يكون ليك طقوس شخصية أنت بتحس إن أنت نفسيًا بتبقى مرتاح لو عملتها هتخلّيك أحسن، بس في حاجات standards كده يعني أساسية لازم كل اللعيبة تمشي عليها، اللي هي تركيز في الكورة، توجه حياتك للكورة، ما تتشتتش من حاجة تانية، ما تبقاش ليك social media والشغل ده ومركّز في حاجات كده يعني. نيجي رقم 3 معانا وهو فينيسيوس، اللعيب اللي فيه بقى حاجات أنتم يعني هتقول لي أنت فينيسيوس هو أكيد الدنيا بايظة عنده، عارفين إن عقلية فينيسيوس مش أحسن حاجة، اللعيبة البرازيليين عمومًا مش أحسن حاجة، بس أنا هاكلمك شوية عن الراجل ده. إحنا عارفين إن هو في بدايته كان راجل بيتهاجم بشكل صعب في ريال مدريد لمّا فاكرين في أول خالص، لمّا كان بيتقال عليه إن هو راجل سريع بس no finish فاهم؟ فينيسيوس تقريبًا جاب مدربين كتير، يعني ده مدرب ذهني ومدرب شخصي ومدرب للأهداف وحاجات زي كده، إن هو يشتغل على إن هو يبقى حاسم أكتر، وإن هو يبقى إيه، راجل بيركّز على الأجوان finishing أكتر يعني. والنتيجة إن هو بقى واحد يعتبر من أهم اللعيبة في أوروبا، و ودلوقتي هو معاه رقم 7 كريستيانو من زمان طبعًا،
يستاهل وما يستاهلوش دي حاجة تانية، بس هو الراجل ده جامد أوي، بس فاضل له يعني برضه في عقلية فينيسيوس شوية برضه لسه مش ناضجة النضج الكامل بالنسبة لي، يعني محتاج إن هو ينضج أكتر عشان يبقى متكامل، وعشان يعني بس يا ربنا يستر، لإن هو اللعيبة البرازيليين سمعتهم مش حلوة، عارفين يعني. نخش بقى على نقيض فينيسيوس جونيور، ويمكن أكتر لاعب برازيلي أنا شايفه أو مهاجم من المهاجمين البرازيليين أنا شايفه منضبط أو اتغيّر 180 درجة، وهو رافينيا. رافينيا يا جدعان، أنا كبرشلوني أهو من واقع حالي يعني، أنا شايف إن الراجل ده أسطورة، أسطورة في العقلية يا جدعان. كان مع تشافي حاجة تانية، وبرضه هانز فليك أكيد ليه الفضل. كان مع تشافي حاجة تانية تمامًا، كان لو كنتم فاكرين يعني كان بيطلع ويكسّر يضرب الكراسي ويخلع الكراسي ومش عارف إيه، ولو اتبدل وقت مش عاجبه يرمي الشنكار ويعمل ويسوي، ويطلع تشافي يلِم وراه ويقول لك أنا فاهم إن هو أنا كنت لعيب زيه ومش لعيب زيه ومش عارف إيه، كانت الدنيا خربانة، كان لعيب برازيلي، يعني هو لعيب برازيلي. إيه اللي حصل بقى لمّا هانز فليك جه؟ الراجل ده اتحوّل تمامًا، تمامًا. الراجل ده يا جدعان أنتم عارفين إن أنتم عارفين إن هو في الفترة دي اللي هو ما بين هانز فليك وبين تشافي، كان خلاص هيروح للدوري السعودي، وقال لك خلاص ما فيش أمل في الدنيا وأنا باكبر خلاص في السِن وعندي 27 سَنة، أروح الهلال. بس لمّا هانز فليك جه يعني لو كان تشافي كمّل كان زمان رافينيا مش موجود، غالبًا يعني. لمّا هانز فليك جه أقنع رافينيا وقال له خلّيك معانا وأنا عايزك في المنظومة دي وأنا عايزك محتاجك. رافينيا خد الثقة، وهانز فليك كان واضح أوي من الأول إن ههو عايز يخلّي الفرقة دي كلّها عقليتها نضيفة، وحتى كان اللعيبة كلّها يعني أي حد كان بيتحوّل مع هانز فليك. عمل لك قصة شعر بقى اللي هي الdreads دي وبدأ يتألق بيها، ومن ساعتها بدأ يتفائل بيها وثبت على الشكل ده. وبدأ إيه، إن هو بقى يحاسم أكتر، رافينيا بقى قائد، ما بقاش يعني برضه حتى لو اتبدِّل، حتى لو حصل إيه، ما بقاش بيطلع يتعصب، ما بقاش أي حاجة بالعكس ده أنا دلوقتي شايف إن رافينيا هو الكابتن بتاع الفرقة. يعني حتى لو هو مش الكابتن الفعلي، ولكن هو الكابتن. تحس إن هو كده أبوهم كلّهم كده، اللي هو أنا الريّس بتاعكم، أنا اللي مسيطر. تلاقيه حتى دايمًا في كلامه مع الحكم بيبقى فعلًا في شخصية بينه وبين اللعيبة، ساعات بيفُض اشتباكات. فلأ رافينيا اتغيّر تمامًا، تمامًا، ودي حاجة يعني هو رافينيا يُشكر عليها وهانز فليك الاتنين، الاتنين ليهم دور أكيد. اللاعب الخامس معانا وهو بيلينجهام. بيلينجهام بيعمل تكنيك كده عجبني فكره يعني. بيلينجهام تحسّه شاب كده زيي وزينا كده، وبيلينجهام يعني مش بس موهبة لأ، ده يعني هو برضه عنده شخصية كويسة جدًا في الملعب، وقائد يعتبر، وكان أحسن السنة اللي فاتت واللي قبلها وكده. ولكن الحاجات اللي بيعملها اللي بتعجبني جدًا، جدًا، إن هو بيتفرّج على الماتشات القديمة. بلينجهام بيتفرّج على الماتشات القديمة وبيقعد يحلّل مع نَفْسه كده نَفْسه وبيحلّل الناس، بيعمل scan كده وبيقعد يتفرّج من فوق كده بعد لمّا يخلّص الماتش، ممكن يعيد الماتش ويتفرّج عليه وده بيفيده يعني. وآخر لاعب ومسك الختام لازم أتكلّم عليه برضه محمد صلاح. يا جدعان محمد صلاح ليه طقوس قبل الماتش كده طبعًا حلوة جدًا. طبعًا صلاح واحد من أكتر النجوم اللي عقليتهم هي كانت سبب استمراريتهم إن هو كمّل في الكورة عكس لعيبة كتير مصريين. محمد صلاح يا جدعان بيعمل نظام أكل صارم واهتمام كبير باللياقة. محمد صلاح واحد من أجمد اللعيبة في اللياقة وأجمد اللعيبة في الbalance وقصيّر كمان وناشف وكده. محمد صلاح برضه بيركّز زي هالاند كده على النوم، بيركّز جدًا، جدًا على النوم وتدريب إضافي، بيقعد يتدرّب كتير برضه بعد الماتشات والكلام ده، بعد التدريب الأساسي يعني. صلاح حقيقي كده، كده نموذج، نموذج وروتينه اليومي نموذج جدًا، جدًا لأي لاعب مصري أو غير مصري. في النهاية الكورة مش بس مهارات وأهداف، إنك تبقى حريف والكلام ده كله. الكورة عبارة عن انضباط، الكورة عبارة عن عقلية برّه الملعب وجوّه الملعب. كومنتات أنت شايف مين أكتر لاعب منضبط أو أكتر لاعب يتضرب بيه المثل بعيدًا عن ميسي يعني طبعًا، كعقلية في الملعب وبرّه الملعب، أنهي عادات وتقاليد بيعملها اللعيبة غريبة بالنسبة لك سمعتها النهارده. والفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وما تنساش وتفعّل زر الجرس عشان ييجي لك الفيديو أول بأول. عجبك السلسلة دي والّا لأ؟ وإن كان فيها والّا لأ؟ أحبكم أتاكم فني، باي باي.